اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير جميعا. سؤال متكرر وبيجيلي كتير جدا جدا: يا اميره، لما بنيجي نعمل برسيل جل من الصابون البلدي او صابون الغسيل المبشور، بالرغم من ان احنا بنحط اضافات كتير ولكن برضو ما بينضفش كما ينبغي، وتحديدا الغسيل الابيض، وكمان الرغوه بتكون ضعيفه. طيب احنا النهارده هنتكلم في الفيديو عن الاسباب وعن العلاج. ايه سبب ان الرغوه بتكون ضعيفه وما بينضفش، وايه العلاج؟ لو اول مره بتشوفوني، معاكم اميره شعراوي من قناه ميرو شعراوي. دي قطعه صابون انا كنت عاملاها من حوالي اسبوعين او يمكن مثلا اقل شويه، وسبتها لحد ما نشفت خالص. وانا قلت لكم قبل كده ان الصابون لما ما بيتقطعش اول ما بيبدا ينشف بيتكسر، وهو ده اللي حصل معايا. سبتها فتره لحد ما نشفت قوي واتكسرت وطلعت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. عايزه بقى اسالك سؤال مهم جدا: هل انت تعتقدي او تفتكري بالعقل وبالمنطق ان انا لو جبت قطعه الصابون دي وبشرتها وحطيت عليها ميه سخنه وبعدين محلول الملح وبعدين ميه عاديه وحطيت بقى الاضافات اللي انتوا عارفينها، معلقه كربونات ومعلقه زهره بيضه، معلقه ملح ليمون، الحاجات اللي هي خاصه بالصابون، حتى لو حطيت مثلا مسحوق بودر؟ للعلم الصابونه دي انا كنت عاملاها بالمسحوق البودر، واعتقد ان انتوا هتشوفوا دلوقتي انا ببشرها الالوان اللي هي بتكون موجوده في الاوكسي. هل تفتكروا ان ده كفيل مع كميه الميه اللي بتضخها الغساله اللي هي ممكن توصل ل 8 لتر مثلا او 10 لتر كوبايه من الصابون ده؟ هل هي كفيله ان هي تنظف الغسيل خصوصا الابيض والبقع اللي بتكون مستعصيه وموجوده في الملابس؟ انا بصوا المسحوق البودر اهو انا كنت عامله منه الصابونه. الغوامق يعني ماشي، علشان الغوامق ما بيبانش فيها قوي البقع. ممكن اخد الصابونه دي اغسل بيها الطرح، اغسل بيها مثلا هدوم الخروج اللي هي بتبقى مش متسخه قوي، ممكن اغسل بيها مثلا ياقات واساور. انما عشان زي ما قلت لكم استعملها لوحدها حتى لو معاها اضافات بسيطه كده واستنى ان هي تنضف لي الغسيل، لا، يبقى انا كده بضحك على نفسي. طب امال ايه الحل؟ الحل يا اما تعملي الوصفات التجاري، تجيبي الخامات زي مثلا بيوت الجلايكول او زي فاتي الكحول او الصودا والسلفونيك والتكسبون، الحاجات اللي بتتحط في الوصفات التجاري. وفي قنوات متخصصه بتعمل وصفات التجاري زي مدام هناء، قناه مامة نيره، الاستاذه طبعا المروكه من اكبر القنوات اللي بتعمل وصفات التجاري. يا اما تحطي فعلا مواد تكون فعاله في تنظيف الملابس، وده اللي احنا هنعمله النهارده. انا بشرت قطعه الصابون ونزلت عليها بلتر من الميه المغليه. الصابونه كل ما بتنشف اكتر وكل ما بتكون مخدومه زي ما انتم شايفين كده بتبوش معايا على طول، وبتكون نتيجتها حلوه في استخدامها، سواء بقى البرسيل لصابون سائل. عايزه اقولك ان الصابون اللي انت شايفاه ده كصابون سائل لغسيل المواعين حلو جدا، يا دوبك تخفيه بمحلول الميه والملح ويبقى تحفه. ولكن علشان تحطي بقى كربونات وسكر وملح ليمون وتستخدمي للملابس، لا، مش هينضف. ده ان انا دلوقتي احط محلول الميه بالملح بتاعي. ليه محلول الميه بالملح؟ علشان خاطر يبدا القوام يبان على حقيقته، وكمان الملح بيدي شفافيه حلوه قوي للصابون. هي معلقه هرميه ملح، ما تكتريش عشان الرغوه ما تروحش منك او الوصفه ما تفصلش منك. طيب ايه هو المكون التاني اللي انا هحطه واللي فعلا هياخد الوصفه دي في حته تانية؟ البوركس يا جماعه، او ملح المش. هو منظف متعدد الاستخدامات، لما بحطه على الميه بينتج عنه بيروكسيد الهيدروجين وبراد الصوديوم، ده بيخليه مؤكسد قوي جدا، بينظف اي اتساخات، وكمان بيقتل الكائنات او البكتيريا اللي بتكون موجوده في الملابس وبتسبب الروائح الكريهه. لو كتبت على جوجل هيقولك برضو ان هو بيستخدم كمنظف عام وبيدخل في كل انواع مسحيق الغسيل. ما تقلقيش منه كماده هتستخدميها، لان هو بيدخل في المواد الغذائيه، فبالتالي هو امن. اخدت بس معلقه من البوركس واخدت معلقه من الملح. على فكره في ناس بتقول عليه الدنكار او التنكار او ملح المش، ومتوفر جدا عند العطارين. لو جبتي لك حبه ب5 جنيه هيعملوا لك مثلا 3 معالق ولا حاجه، تقدر ان انت تحطيهم. هل يا ترى الملح والبوركس دول هم بس خلاص اللي هيخلوا لي الصابون ده برسيل جل عالي الجوده؟ لا طبعا، برضو الكلام ده مش صحيح. لما تيجي تنزلي بالميه، انزلي بيها واحده واحده علشان ما تنزليش مره واحده كده وتبصي تلاقي ان الصابون بقى خفيف جدا منك. قوام البرسيل جل بيكون اخف نوعا ما من قوام الصابون السائل. هبدأ بقى ان انا اقلب كويس قوي المحلول بتاع الملح والبوركس اللي انا حطيتهم دول، لحد ما نشوف هنحط ايه تاني على الصابون بتاعنا، بحيث ان هو يكون صابون لغسيل الملابس ويدينا نتيجة كويسة. زي ما قلتلك الصابون ده تقدري ان انت تستخدميه كده، يعني تحطي له بقى الكربونات وتحطي له بقى الملح الليمون وتحطي صابون بودر وتحطي الحاجات دي كلها، او حتى تحطي مثلا كوبايه صابون سائل من بتاع المنظفات، او حتى صابون سائل جاهز وتغسلي بيه الغوامق وتغسلي بيه الحاجات اللي هي ما بتبقاش متوسخه قوي.
انما لو هتستخدميه للابيض او هتستخدميه للملون اللي هو بيكون مبقع او كده، لا لازم اضافات قوية وفعالة. زي ما احنا شايفين كل ما بننزل بمحلول الملح الصابون بيتقل معانا اكتر. طيب احنا هنشوف موضوع القوام ده بعدين، بس دلوقتي الاضافه اللي انا هحطها دي ايه؟ هحط كوبايه من كلوريكس الالوان. كلوريكس الالوان ده خفيف ليه؟ لان احنا عاملينه مع بعض، ده مش جاهز، ده احنا عاملينه مع بعض في القناه بطريقتين، طريقه تجاري لاصحاب المشاريع، واستخدمنا فيها الخامات اللي بتتحط في الكلوريكس الجاهز زي الاكسجين، الخام والخل الخام والصودا الكاويه، وحطينا البيوت الجلايكول، وحطينا ملح ليمون، وكان بالظبط زي بتاع والتكسبون زي بتاع المحلات. وعملناه مرة تانية من فيديوهين فاتوا بالخامات والمكونات اللي متوفرة في البيت، الخل العادي، صابون سائل بدل التكسبون، حطينا كمان ملح ليمون، وحطينا برضو صودا كاوية. المهم يعني، وعشان كده يمكن خفيف، وقلنا لو عايزين تدقلوا القوام هتزودوا شوية الصابون. الإضافة التانية هي ايه؟ ده برسيل جل تجاري عاملينه برضو في القناة بطريقة الشركات، كنا حاطين فيه صودا كاوية وسلفونيك وتكسبون وفاتي كحول وبيوت الجلاك، المواد اللي هي بتاعت، وظابطين البي اتش بتاعه على 9. زي ما احنا عارفين ان البرسيل جل والصابون السائل بتكون مكوناتهم قريبة من بعض، التكسبون صودا كاوية سلفونيك ملح ليمون، والصابون السائل بيتعادل على 7، والبرسيل جل بيتعادل على 9 أو 8، بس 9 عشان ينضف أكتر. هما الإضافتين دول اللي أنا حطيتهم هما فعلا اللي أنا ممكن أفهم إن هما ينضفوا لي الغسيل، بالإضافة إلى معلقة البوركس الكبيرة اللي أنا حطيتها أو ملح المش أو الدنكار، بالإضافة للصابونة اللي أنا كنت خدماها اللي كان فيها صودا كاوية وكان فيها مسحوق بودر. وطبعا كلنا عارفين ان صابونه الغسيل دي بتنضف حلو قوي. انا بس نقلته في طبق كبير علشان هبدا ان انا ازود ميه بس، واظبط القوام على حسب ما انا عايزه. طبعا انا ما حطيتش سكر، هي السكر ماده ملهاش اي علاقه بالتنظيف على فكره، لان كل الوصفات اللي انتوا هتشوفوها مش عندي انا في اي قناه عامه هتلاقوا بيحطوا سكر، السكر بيتحط بس لزياده الرغوه. بس لما الكيلو بقى يوصل 50 و60 جنيه فخلاص يعني مش كان عندي حاجات كتير ممكن ده التكسبون ارخص منه. يعني ده كيلو التكسبون ده مثلا ممكن يعمل لي رغوه من هنا مثلا لحد 3 سنين قدام، احنا بناخد معلقه واحده. فاحنا شايفين جشع كده بصراحه مش فاهمينه قوي، فما علينا يعني. فانا دلوقتي بدات ان انا اظبط القوام بتاعي لما احط صابون غسيل فيه اضافات حلوه زي ما قلت لكم. طبعا صابونه الغسيل حلوه جدا وبتنضف حلو جدا، لو انا هدعك بيها شراب بتاع مش عارفه ايه، معاها كلوريكس الوان، معاها برسيل جل، معاها معلقه الدنكار او معلقتين او زي ما هتحطي، خلاص انا كده ممكن افهم ان ده ممكن استخدمه في غسيل الملابس. وعايزه اقول لك نصيحه مهمه جدا، انا هنا بس حطيت لون، يا ريت يا ريت يا جماعه لما تيجوا علشان خاطر تغسلوا الابيض او الملون، لو هو كمان يعني حاسين ان هو متوسخ شويه، حطي المسحوق بتاعك. ودايما بقول المعلومه دي، حطي المسحوق وحطي الغسيل وشغلي الغساله لفتين 3 واطفيها وسيبيها بقى واقفليها، وسيبيها بقى ساعتين 3 4، عايزه تبيتيها ليله مفيش مشكله، بعد شغلي الغساله تاني، بياخد كده نقع محترم، وده بيأثر كتير على البقع وبيخليها تطلع معانا بسهوله. طبعا احنا عارفين ان اللون بتاع الالوان الصابون دي بتختلف، واللون بتروح شويه بسبب الصودا الكاويه اللي بتكون موجوده في الصابون. كلوريكس الالوان انا كنت حاطه فيه صودا كاويه، وكمان صابونه الغسيل بما انها لسه معموله بقى لها حوالي مثلا 10 ايام لسه برضه مفعول الصودا ما راحش بشكل كامل. طيب انا ركنته حوالي 3 ساعات وعلشان بقى المكونات كلها تتفاعل مع بعضها، وما شاء الله بقى لونه وريحته وقوامه بقى كده تحفه. عايزه الفت نظرك لحاجه مهمه جدا، علشان السؤال ده برضو بيجي لنا كتير، اصحاب الغسالات الاوتوماتيك اللي بيكونوا خايفين من الرغوه بتاعه الصابون. عايزه اقول لك على حاجه، في كل القنوات اللي بتعمل الصابون بنحط شويه صابون كده زي ما انت شايفه دول مثلا حوالي كوبايه، وبنحط عليهم كوبايه ميه كوبايتين ميه ان شاء الله 3 كوبايات، وبنحرك ايدينا فبتلاقي الرغوه كتيره، فانت بتبقي خايفه. لكن لو انت حطيتي كوبايتين مع كميه الميه اللي الغساله بتضخها اللي هي بتبقى حوالي 4 أو 5 لتر، ما تقلقيش خالص من موضوع الرغوه.